رح ضيف بداية حبتين من البيض، والبيض بارد أو على درجة حرارة المكان ما بيأثر. على البيض رح ضيف ربع كوب من الحليب، أنا مع نص كوب من الزيت، زيت عادي، كوب واحد من السكر، 3 ملاعق من الحليب البودرة، ورح ضيف كمان 3 ملاعق من مبروج جوز الهند، كوبين إلا ربع من السميد، ويفضل نستخدم السميد الخشن، ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، وملعقتين صغار من الفانيلا، قلب واحد من القشطة ما يعادل 150-125 جرام، شي بسيطة من الملح لتصحيح النكهات. بسكر خلاطة وبضرب وبخفق على سرعة عالية تقريبا 5 دقايق. طفي خلاطة، وهيك صار خليط البسبوسة جاهز، في أسهل من هيك؟ ولناخد طبقات بسبوسة متساوية رح أقسم خليط ومزيج البسبوسة لقسمين. هذا القسم الثاني من البسبوسة رح نغطيه، رح تبري زيت، رشة بسيطة من الزيت، ممكن تدهنوها بالقليل بالبرش من الراشة أو الهردة أو الطحينة. هذا أول قسم من البسبوسة رح نوزعه على درجة حرارة 180 ل 190 ماكسيموم. بنثبت الرف السلكي بالوسط، حرارة علوية زائد سفلية. طب يلزمني 3 أكواب ونص من الحليب، حليب سائل. على الحليب رح ضيف 3 ملاعق كبار مليانين من النشا، نشا ضيف الآن جبن كريمة تقريبا 3 قطع ل 4 قطع، مع واحد من القشطة ما يعادل 150 جرام. بقلب الجبنة والقشطة مع الحليب والنشا قبل ما ارفعهم على النار. ضوي الطباخ حرارة وسط وبطبخ القشطة طول الوقت، عم قلب فيها لحتى ما تحترق. قطع الجبنة مع قطع القشطة اللي كانت عملتلي كتل اختفت لاني عم قلب تغلي. هاي القشطة اول ما تعمل لي ببلز على السطح تغلي غلوة لغلوتين بس ما اكتر. وهي البسبوسة لا مباشرة رح اسكب القشطة. البسبوسة كتير ساخنة وطبقة القشطة ساخنة، لحتى وقت نجي نقطعها تكون ماسكة على بعضها. هلا رح نترك طبقة القشطة لحتى تطلع كل البخار وتمسك نفسها تشكل طبقة قبل ما نضيف طبقة البسبوسة الأخيرة. هذا القسم الأخير من البسبوسة، القسم الثاني أكيد مسك نفسه أكتر، السميد شرب السوائل أكتر فبيسمك. فهذا ربع كوب الحليب رح أضيفه وقلب شوي شوي. وهيك صار قوام خليط البسبوسة بعد ما أضفنا الحليب. مهم لما نجي نلمس هيك شكف شوي شوي. إلى الفرن، بس هالمرة حرارة علوية يعني بس من فوق. قطر البسبوسة، كوب واحد من السكر، ورح ضيف كمان نص كوب من المي. السكر داب مع المي. الآن رح ضيف عصير نص حامضة. نزل الحرارة للمتدنية وبترك القطر يغلي تقريبا 7-8 دقايق. هذا بعد مرور 13 دقيقة تقريبا. هاي أحلى بسبوسة، شوفوا ما شاء الله لون. مباشرة رح نسقيها بالقطر. هلأ كمية القطر فيكن تضيفوها كلها وفيكن تضيفوا نص الكمية، نص المقدار. ورح نفك الإطار، رح نزينها بالفستق الحلبي، رشة بسيطة من مبروج جوز الهند.